يدل قيدنا في ردم داسي يا سلام يدل قيدنا في ردم داسي يا سلام أري أشكر خبر بنيوس واسمر اللون دل قيدون شمائلنا في الرقصنا أجاغتوك لدي جنها واسمار اللون نسينم يا سلام هايغا كبريدو نسينم يا سلام وامدارين كتي دساينم واسمار اللونا آدم وشابه اللي قليدة يا سمرا ظاهرة يقلن ويرا واسمار اللون وسنة 46 توفانوكم كده يا سلام بحر مولة جبل لجوا يا سلام جبل مولة حوش كحوشوجا قدس الأقداس هنا مقسم لثلاث تشابلز أو ثلاث غرف. الأوسط هو اللي بيبقى الأهم اللي بيتحط فيه تمثال الإله، وعلى جانبي قدس الأقداس الرئيسي في تشابلز تانية أصغر في الحجم وفيها مناظر مهمة جدا. من أهم مناظر المعبد ده، وده برضو مش بنلاقيه في معابد كتيرة، هو تكريس المعبد. عندنا هنا ده رمز المعبد، الصرح الأول للمعبد محطوط داخل خرطوشة اللي هي رمز الأبدية اللي عادة بنكتب فيها اسم الملك، وهنا تاني اسم الملك تحتمس الثالث من خبرو راو أو تحتمس، وهو بيكرس المعبد يعني بيهدي أو بيدي للإله حورس. هو مكرسه هنا للإله حورس تحديدا. مناظر تانية مهمة جدا، مشهد صغير هنا وهنشوف المشهد الأكبر بتاعه في الصالة الخارجية، اللي هو الملك بيمثل نفسه فيما يسمى عند المصريين القدماء عيد الحب سد. حب يعني عيد، وده العيد الثلاثيني اللي بيحتفل بيه أي ملك بعد مرور 30 سنة المفروض عشان يثبت شبابه وقوته. وأشهر عيد حب سد أو أقدم كمان عيد حب سد موجود عندنا في سقارة، في واحدة من التشابلز اللي موجودين تحت هرم سقارة. المفروض ان الملك بيطلع بيصارع ثور احد الثيران ويثبت قوته وانتصاره على الثور. طبعا بطبيعة الحال احنا في اغلب النصوص اللي لقيناها عن عيد الحبساد ان الملك كان بينتصر، ده دليل قوته وان هو بيجدد حكمه وبيثبت قوته على الحكم وشبابه وامكانية استمراره في الحكم. فهنا الملك لابس تاج الشمال، تاج الأحمر، تاج الشمال، ومن المناظر القليلة اللي بنلاقي الملك في حركة، في رجل متقدمة على رجل وبتبين قوته وعضلاته وهو في هيئة شبابية وهيئة فيها قوة لتثبت العيد اللي احنا شرحناه ده. وتاني المشهد طبعا قدام الإله حورس إله المعبد الرئيسي. نفس المشهد هنشوفه في الصالة الخارجية مع اختلاف التاج، يبقى هنا مع تاج الشمال وبره هنلاقيه مع تاج الجنوب. ومدينة بلل جنجو قبر رزور الننا ونني منين اللي واسمع له. استكمالا لعيد الحب سد، هنا بنلاقي نفس الملك أمنحتب الثاني وهو بيمارس طقوس عيد الحب سد أو العيد الثلاثيني عند المصريين القدماء، وفي إيده أدوات زي أدوات رياضية للانتصار على الثور اللي بيطلع لكي ينتصر عليه. هنا الاختلاف إنه لابس تاج الشمال، التاج الأبيض، أمام الإله أمون.
مناظر أخرى في المعبد، وطبعا ما يلفت النظر في كل هذه المناظر هي الألوان الرائعة، ألوان باقية، والألوان دي كانت خليط من معادن أو رمال من الجبل ومن الحجر الرملي بيختلط مع بياض البيض، ودي كانت مادة بتكون مادة صمغية ثابتة جدا، ومن أقدم الألوان دي طبعا ألوان كثيرة جدا محفوظة في المتحف المصري. أشهر الألوان يمكن الثابتة اللي احنا عارفينها أوز ميدوم من الأسرة القديمة، لكن هنا المعبد ده رغم أنه هو من 1500 قبل الميلاد إلا أن ألوانه شديدة يعني الزهو كده ومحافظة على نفسها كويس جدا. المنظر هنا بيتكلم عن وهب ماء الحياة للملك أمنحتب الثاني. على يمينه في الإله حورس وعلى شماله الإله تحوت، وكل واحد فيهم ماسك جار أو أداة بيصب منها ماء الحياة. احنا عارفين العلامة دي كويس اللي هي علامة الحياة، فبيوهب له ماء الحياة وكأن يعني بيديله الحياة الأبدية لكي يستمر على في الحكم إلى الأبد. يا سلام Mandilo gaga kassatira يا سلام aisi matinga tiga kassatira wasmarellona ongalat losi matilaglana fattatul jora churbata kajonaglanga wasmarello. في منظر آخر هنا أيضا لتكريس أساسات المعبد. الملك أمنحتب الثاني برضو بالخرطوشتين بتوعه اللي قدامه، وهو بيدي أساسات المعبد وبيديهم ماء مقدس أو بيصب عليهم ماء مقدس، ودي زي اللي احنا بنسميه دلوقتي وضع الأساس. إذن هو هنا بيضع أساس المعبد قدام كبير الآلهة أمون إله طيبة، وهو من أهم الآلهة المصرية القديمة برضو. فإذا طقس وهب المعبد وتكريسه في الجزئية دي. يا سلام أيغا شارك السبب أيغنا يا سلام أيغا من الشارع ويغنا يا سلام أي ورد فردوك كون كسي يا سلام عيشتين طوبى لديكسي يا سلام أي حماسين جوجل لديكسي يا سلام قشي فيك قورا كدلي يا سلام قشي فيك قورا كدلي يا اسمر اللونة